مساء الخير على شعب مصر زي ما بان. هنا معايا وزير الكهرباء الراجل الهمام، وتعالى اسمع ايه القصة يا جدعان. جالي واحد غلبان وبينده بيقول يا رئيسي الكهرباء بص على الغلبان ده صاحب مهام وبيشتغل يوم يا جدعان وبيقعد بقية الشهر كما بان، وجابوله عداد كهرباء من زمان وحطوله كارت فيه اسمه الكارت الذكي يا جدعان. وهنا بيقول له يا وزير الكهرباء فينك من زمان؟ انت لما طلعت على وسائل الاعلام ايام مرسي زمان وقلت ده انا هعمل سد النهضة يا جدعان، وهنا هوفر لك الكهرباء بأقل الأسعار. هنا بص على الغلبان ما حلتوش الا قوت يومه يا جدعان، وهنا بلدي مفيش فيها ولا وظيفة تتقال ومحطني ديون من كل مكان. اسمع يا وزير الكهرباء شكوة الغلبان. ولما جيت ببص على شكوة الغلبان ولقيته يا جدعان بيعيط وهو منهار، وعنده بدل الطفل 4 ولا 5 كما بان، وطلع يا عيني يوميه لانه عامل غلبان واشتال شاكوشه ولا اشتال الملوانة بتاعته ولا اشتال بنسته كما بان. وهنا جاب يوميته يا جدعان 120 جنيه، ده مثال الكلام. ولما ارجع ابص عليه في البيان بقول لي وظفهم لي يا ناصف يا بلال، معايا 120 جنيه كما بان، وعندي هنا 5 اطفال منهم اللي في تعليم عام ومنهم اللي هنا في مراحل ابتدائية يا جدعان ومنهم اللي في المدارس الاعدادية والثانوي كما بان. اعيش منين انا واسرتي يا جدعان؟ قلت له لا، طب ازاي الكلام ده؟ قال لي ده انا بطلع يومية ب120 جنيه، باجي الاقي مراتي واخدهم مني وابص على العداد مش لاقي فيه ولا جنيه، حطولي سلف في سلف في سلف كما بان. ببص على حالي المحال لقيتني مديون في 30 جنيه يا جدعان. طب ال50 جنيه اللي هحطها في الكارت كما بان ولا ال70 جنيه هقضي بيهم بقية الشهر يا جدعان؟ طب قول لي ايه الحل يا ناصف يا بلال؟ فين وزارات مصر الهمام اللي طلعوا على وسائل الاعلام زمان وقالوا امضوا عشان نجيب لكم الكهرباء بتراب الاموال؟ هنا فين العيشة الكريمة اللي قلتوا عليها على وسائل الاعلام؟ فين العدل والاحسان؟ فين البركة اللي فعلا كانت من شعب مصر الغلبان؟ الوقت اللي انا شايفه كما بان الغلبان عندي مهان وصاحب المهام شرحه يا جدعان، وعندي شؤون الاجتماعية عاملة ودن من طين وودن من عجين كما بان. طب اوظف له ال120 جنيه ازاي؟ طب انا عايز اسألك كام سؤال. قلت له العداد اللي عندك كان عادي ولا كان بكارت؟ قال لي العداد اللي عندي زمان كان عداد عادي يا جدعان ودافع ثمنه بالكامل كما بان. جم شالوه الرجالة بتوع الكهرباء كما بان، ولما شالوه فرضوا عليا كمان ثمن العداد الجديد يا جدعان. ازاي يا عم الكلام ده؟ مش المفروض انت دافع حق العداد القديم؟ ازاي ياخدوا منك العداد ده ويدفعوك ثمن الجديد؟ قال لي هو ده اللي حصل. وابص على الاقساط بتاعتي مش لاقي، لا عارف اشحن ولا عارف ادفع قسط ولا عارف اعمل لا اكل ولا عارف اشرب، و3 طقات وعندي
6 افراد فاتحين بقهم عليا، ال5 اطفال وامهم، ده غير اني يا جدعان. خلينا انا بطلع يا عم ناصف باكل عند الزبون لما اعمل له مصلحه. طب هاكل عنده ال3 طقات، طب هرجع تاني اقول له والنبي اديني رغيف عيش، طب هرجع تاني اقول له اديني حته لحمه يا جدعان. فين الرحمه اللي انتوا طلعتوا بيها على وسائل الاعلام؟ فين العدل والاحسان؟ انا هنا بطلب من السيد رئيس الوزراء الراجل الهمام اللي المفروض نزل على وسائل الاعلام زمان، حللي قضيه الغلبان. يبقى انت هنا لما تيجي تاخد منه العداد زمان وتحاسبوا عليه مرتين يا جدعان، ازاي؟ فهموني بقى. انا الوقت خدت مكنه او عداد كهرباء كمبات ودفعت حقه زمان، لما انت تيجي يا موظف الكهرباء تشيله وتروح تدفعني كمان تمن الجديد، يبقى ظلم على الغلبان. لان من اتلف شيء فعليه باصلاحه. طب كنا زمان لما جيت بكلمه بقى بقول له طب يعني انت سكت ليه كده؟ قالوا لي زمان تعالى انضمنا على توكيل ايام حقوق الانسان، لما كانوا في بوسطة متعنطر زمان وكانوا معروفين اساميهم يا جدعان، وكانوا بيطلعوا على وسائل الاعلام وهي المنتديات او الجروبات اللي مقفولة على اللي فيها كمابات. طلعوا قالوا ده احنا ما عادش عندنا مازوت في البلد وما عادش عندنا لتدوير التوربينات اي شيء من الاموال، ووقعت البلد اياميها والكهرباء كانت بتقطع يا جدعان، وطبعا التجار بتوع مولدات الكهرباء رفعوا الاسعار، وكل من كان بيلاقي اي حاجه يخطفها ويجري زمان. طيب لما قالوا كده يا جدعان، طب انا عندي غلبان بيتهان، طب اوفر له ازاي؟ طب انت بتديله معاش كام؟ لما انت تيجي تبص على الارمله او المطلقه لما تيجي تدي لها 320 جنيه هتاكل بقيه الشهر ازاي؟ لما تيجي تجيب المسنه وتيجي ما تصرف لهاش علاج وما تديهاش حقها الطبيعي كانسان وما توفر لهاش الموارد الطبيعيه اللي المفروض مصر كانت تمتاز بيها زمان، يبقى فين الرحمه والانسانيه اللي عادت على الغلبان؟ يبقى انا هنا بطلب من حكومه ناصف بلال باتخاذ القرار برفع عدادات الكهرباء بالكامل على جميع المحافظات واعاده ضبطها مره اخرى، بعيدا عن ربط الكارت بالعداد وتوصيل الكهرباء مباشر يا جدعان. هتقول لي ازاي يا عم انت مهبول؟ لا مش مهبول، ما هو ده كان موجود عندي زمان. انت لما جيت قلت انا هرشد الكهرباء وهوفر، ما كانش على التوفير على قفا الغلبان. لما جيت قلت انا هحط عداد كارت، كان الغرض منه ان انت توظف او تعلي من الطاقة في المكان وتخفف العبء على الغلبان. انت عملت العكس يا سلطان. قال له ايه؟ قال له انت عملت العكس، انت خدت منه الكارت بتاعه العادي اللي هو دافع حقه زمان، ورجعت تاني جبت له عداده اللي هو الكارت بتاعه كمان وحملت عليه ثمنه. طب فين ثمن العداد اللي انت خدته؟ ها؟ طب فين يا وزير الكهرباء الاتفاقيه اللي قالت ان انت بتعمل اتفاقيه سد النهضه زمان من اجل الغلبان وتوفير الطاقه وتوفير المحطات وبنائها على طول نهر النيل زي ما اتقال زمان؟ فين المحطات اللي اتبنت؟ فين ترشيد الكهرباء؟ فين حق الغلبان وصاحب المهام؟ ده انت حتى كمان جيت عليهم زمان
وجاي عايز ترفع له عيشته وتمسكه من قفاه وتقول له ده انت مربوط معايا على تأمين. فين التأمين اللي انت ربطته عليه؟ هو موظف؟ يا كل انسان انا عايزك تحكم عقلك في بيان. انا هنا بدي قرار وبيان يجب يتنفذ في الحال. احنا كنا الاول زمان، انا فعلا يعني انا من ضمن الناس ديت، كنا الاول زمان بنحمل شهر على الحكومه او على وزاره الطاقه او وزاره الكهرباء وبنمشي الدنيا. يعني ان كان علينا وصل 100 جنيه 200 جنيه بندفع الوصل القديم والوصل الجديد يستنى شويه، يجي الوصل القديم ندفع القديم ونسيب الجديد، نلاقي مثلا الوصل مره عالي ووصل تاني ثمنه خفيف، ناخد الوصل الخفيف ندفعه ونسيب الوصل العادي لغايه لما نشوف ندبر مسؤولياتنا ونشوف مثلا نفك نستلف من ده او نستلف من ده او نستلف من ده ونسدد الدين. انما اللي انا شايفه دلوقتي اكتر من كام اسره يا جدعان مش قادرين يعيشوا في ارتفاع الاسعار، وزاد عليهم العبء كمان في تحملهم كارت العداد في الحال. كارت العداد انتوا قلتوا عليه زمان اللي هو هيخفف العبء على الغلبان، ده هو في الطالع، ده هو في الطالع يا جدعان. طب ما تيجي تقول لي طب ما في ناس ما بتدفعش وعليها مبالغ كتيره، وانت ايه اللي قعدك زمان؟ ده انت المفروض قاعد على سيستم تمام، بتعين كل من كان وتحدد قراءة العداد زمان. كان الاول فيه مندوبين بتنزل تلف على الشقق زمان وبتاخد قراءة العداد يا انسان. دلوقتي انت وفرت وكنست وكبرت وطردت. طرد مين يا ناصف؟ انت هبل؟ طرد الموظفين اللي هم كانوا مسؤولين عن قراءات العدادات في جميع قرى مصر يا جدعان، وبناء عليه رفع كل من كان وبقول لك ده هنا ده انا بطلب الامن والامان. ازاي يا ريس؟ ازاي يا ريس؟ ازاي يا ريس؟ فين رئيس الحكومة يطلع يواجهنا على وسائل الاعلام؟ يا دكتور مصطفى شعبك غلبان مش لاقي ولا لقمة في حالته كما بان فيها الكلام. يعني ايه يا عم ناصف؟ يعني ايه؟ انت عملت ايه؟ انت ضيعت البلد، انت تديني في كل مكان، انت والبرلمان. لما اجي ابص على البرلمان زمان واول اجتماع له في الحال لما يجي يقول لي تعالى ده انا هنفذ القرض يا جدعان، طب انت وفرت لي ايه للغلبان؟ يبقى انا هنا بطلب تعديل الدستور من الان بما يناسب الغلبان وصاحب المهام بالادب وبالذوق وبالاحترام. احنا مش بتوع بلطجه يا جدعان ولا احنا ناس شمال. كل المطلوب عيشه كريمه للغلبان ولصاحب المهام وتوفير جميع الخدمات اللي المفروض كانت تعود عليه من زمان. ما انت خدت جميع الموارد بتاعتي وصدرتها بأقل الأسعار. فاكرين زمان محمد مرسي السلطان لما راح نور القدس زمان؟ ما كان من مين؟ مش كان من خير مصر يا جدعان؟ طب فين الحل؟ يبقى انا زي ما انا قلت بقرار، يبقى هنا شركات، انا طبعا ماليش دعوه بالموظفين، الموظفين بيكون لهم اوامر عليا من فوق وهم بنفذهم. طيب الغلبان بقول لك الوقت انت خدت مني العداد بتاعي، يعني انت الوقت خدت عداد وخدته وركنته ونزلت لي عداد جديد وبتدفعني ثمنه. طب ازاي؟ طب انا معايا شكوى كانت من ناس زمان، او انا كنت بجري في موضوع وكان يعني لما دخلت فيه صدمت من الحوار. لما يكون عندي راجل انا صاحب شركة زمان وجيت انا اتوفيت يا جدعان، ولما اتوفيت
سبت مثلا، كنت فاتح ورشة زمان، وكان فيها عداد 3 فاس يا جدعان، والعداد ده معاه عداد تاني اللي هو البيت او المخزن كمان. لما اجي ابص على العدادين دول اتفرض عليهم كل المبالغ دي ازاي؟ ولما جيت استأذنت من حكومة ناصف بلال والقائمين عليها زمان وقلت لهم ده ناصف محمود بلال راجل غلبان وبيتقاضى يا جدعان 1300 جنيه كما بان، وانتوا فرضين عليه كما بان وصل 900 جنيه يا انسان على دين كان متراكم من سنين، لان كان المكان مقفول يا جدعان. يعني ايه؟ يعني في ايه؟ يبقى انا هنا لما بطلب قرار من حكومة ناصف بلال بفك شفرة العدادات الموجودة في جمهورية مصر العربية بالكامل وضبطها كما كانت زمان، رجع الشيء لأصله. مش انت اللي عدلت وانت اللي صنعت وانت اللي حطيت؟ كل الكلام ده مش نافع يا جدعان. شكوة الغلبان بتقول ان انا مش لاقي اكل ولا عارف اعالج ولا عارف اعلم ولا عارف اعيش في امن ولا في استقرار، ومعاهم كمان ارتفاع الاسعار ما عادش مناهضه من كل مكان. ازاي؟ زي البيه اللي نازل لي في شركه الميه زمان وبقول لك ده انا هعمل كارت العداد بالميه يا جدعان. فعلا هو عمل كارت الميه، عمل العداد بتاع الميه بالكارت، وقال لك كمان ده في شرط ان مفيش حد يشحن من فوري ولا امان ولا مصاري ولا كل من كان، لازم يرجع عندي الفرع يشحن كارت الميه عندي يا جدعان ان شاء الله. يعني هو ازاي كده؟ هو انا بسهل على الغلبان ولا بعقده وبخليه يسيب البلد ويطفش كما بان؟ طب ما شفتوش الناس اللي ماتت لما هم كانوا مسافرين ايطاليا عن طريق البحر؟ شوف فيهم كم واحد، شوف فيهم كم بيت اتظلم، شوف فيهم كم شهيد. خارج ليه؟ مش خارج عشان يوفر اكله وشربه زمان؟ ده انا لو انت سافرت دول اوروبا زمان وحتى في وقتنا هذا كما بان هتلاقي بيعاملوا الغلبان بكل مودة واحترام وبيوفروا لهم جميع الخدمات اللي تتقال، حتى الاطفال بيصرفوا لهم لبن كما بان، وبيصرفوا لهم تعليم وصحة وامن وامان واستقرار وجميع الخدمات اللي بتتقال. ليه كده يا حكومة ناصف بلال؟ انزل يا رئيسها من الآن بقرار يا فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كما بان. انت وعدت شعبك على وسائل الإعلام وقلت انا هعيشه عيشة كريمة زمان، وقلت انا هخليك سلطان. ده الوعد اللي وعدته لشعبك زمان؟ ده العهد اللي خدته على نفسك امام الرحمن؟ ده المصحف اللي حلفت عليه قدام شعبك على وسائل الاعلام؟ ولما جبت القرآن وعملت هنا حفلة ولا مؤتمر ان كان وقلت انا هحافظ على كل سنتي فيها، واللي هيجي يقرب على مستحقاتها او اي شيء ممتلكات مصر ام الاديان هطلع عليه بدباباتي وبمدرعاتي كما بان. مش ده كان البيان؟ يبقى سيادتك يا رئيسي يا همان انت ومعاليك ومعاك رئيس وزارتك الراجل التمام، انزل حللي مشاكل الغلبان بما يناسب احتياجاته في المكان من كهرباء وغاز ومياه، ودول ابسط حقوقه كانسان. ده غير الطعام والصحة والسكان والتعليم كما بان والرعاية
الطبية على جميع الأحوال، ومعاهم الأمن والأمان، ويقفل عليهم أحكام القضاء المصري كما بان. أما بالنسبة لجيشنا الهمام، واقف على حدوده بيحافظ عليها من أي جبان. هنا ده كان كلام الإخوان، ومعاهم جمعيات حقوق الإنسان، وهم اللي اخترعوا زمان موضوع الفيز يا جدعان، وحطم المعاشات في فيز كما بان، وحطم العداد في الكهرباء كما بان. وهنا حطوا المية اللي وخلقنا من الماء كل شيء حي، حطوه وربطوه بكارت يا جدعان. فين العدل والإحسان يا حكومة ناصف بلال؟ هنا ده انت قاعد على كرسيك وعلى عرسك من زمان. فين الخير اللي عاد على مصر أم الأديان؟ ده انت جبتي ودينتني في كل مكان، وجمدتها لي في بنيان يا جدعان، ووحدات سكنية كما بان، ما انتش عارف تبيع منها ولا وحدة سكنية حتى الآن. وسبتها وركنتها في جنبي كما بان، ونزلتي فركت بقيت الأموال على هيئة الطرق يا جدعان. فين وزارات مصر كما بان؟ تقدر تعيش يا رئيسها يا همام ب120 جنيه وتقعد 10 أيام؟ تقدر يا رئيس الوزراء كما بان تبقى راجل عاجز في المكان وتعيش ب320 جنيه 30 يوم يا إنسان؟ بشرط بجانب جميع ارتفاع الأسعار كما بان. هتقول لي منين؟ هعيشهم منين؟ ده ما يجيبوش بنزين عربيتي. طب ما أنا عارف ده ما يجيبش بنزين عربيتك. ده ما يجيبش، سوري أنا آسف في اللفظ، تمن الشوز اللي أنت لابسه وبتمشي بيه على الأرض. ما يجيبش تمن التيشيرت أو البدلة اللي أنت لابسها. أنا مش بلبسك وقعدتك على كرسي وهو كان كرسي الوزارة، وبديك من دمي ومن دمي الغلبان، وبصرف عليك كمان عشان تطلع تسافر لي في جميع البلدان، تجيب لي استثمار، وبصرف عليك بدل وحملات وكل من كان عشان تطلع لي تسافر لي تجيب لي صفقات من كل مكان. هنا انت فين الصفقات اللي عادت على مصر ام الاديان؟ ازاي؟ بأي عقل يقام؟ فين العيشة الكريمة اللي قلتوا عليها زمان؟ فين التطور ومصر الرقمية اللي ناصف بلال قال عليها كما بان؟ ده كان مخطط صهيوني زمان، وكانوا بيلعبوا بينا شوية عيال، وضحكوا واشتغلوا على تخريب جميع وزارات مصر يا جدعان بحجة ان هم حقوق الانسان. واطلع واجهني على وسائل الاعلام، واطلع وريني كل كلمة عندي ببيان وبمستند رسمي يا جدعان. فين الخير اللي عاد على شعب مصر من يوم ما قعدت على كرسي العرش يا إنسان؟ استناني في اللي جاي، وخلي بالك يا ريسها يا همام، مصر محتاجة ايد رحيمة تطبطب على الغلبان وصاحب المهام، وعالج وزاراتك من الآن، وحل البرلمان الحالي يا جدعان. يا رئيس البرلمان، أنا جاي لك برسالة من شعب مصر الغلبان، وانت بتمضي على القرار بتاع القروض وسد النهضة اللي انتوا قلتوا عليها زمان. ما فكرتش ازاي تسد الدين من الأرباح؟ لا ما فكرتش. اللي انت فكرت فيه اللي انا ادخل فلوس الأول البلد، وبعد كده ما دورتش على الاقساط هتدفع منين. وده دليل الكلام،
لو انت كنت جيت على شركات الغاز زمان وحكمت عليهم بتدوير المصانع كما بان، هنا كمثال مين اللي دخل مصنع السماد ونشر على وسائل الإعلام وقال ده فيه دمار زمان؟ مش حقوق الإنسان يا رجالة مصر يا تمام؟ وجابوا حريمهم وقعدوهم في الشتاء وفي الصيف عشان يعملوا مظاهرة في المكان؟ مش دي كانت جمعية حقوق الإنسان؟ وبناء عليها لما نزل الثلاثة بتوع البرلمان ونزلوا هناك قابلوا رئيسها، وكان رئيس المؤسسة وهي كانت مصنع السماد زمان، قال له انا اجيب لك فلوس، ده انا عندي ديون. ما تجيب لي مين؟ لشركة الغاز. طب انزل لي يا وزير الزراعة. تمام. وانزل لي ازاي مشيت مواسير الغاز في ارض الغلبان من غير ما تاخد منه تعويض يليق بمصر ام الاديان. وبناء عليه بنحكم على وزارات مصر من الآن بمنع أي مواطن تابع لأي مؤسسة أو حزب من زمان، بمنعه بالدخول إلى جميع المنشآت الحكومية من الآن، وعدم التدخل في شؤون المؤسسة الحكومية للحفاظ على الغلبان. مش ده الكلام؟ ولا أنا غلطان؟ طب إزاي هنا بتقول لي ده أنا مع الغلبان، والريس لما طلع قال لك مش هسيب ولا واحد من شعبي يتهان؟ أنت يا ريس معلش أنا آسف، أنت هنت الغلبان وصاحب المهام، وهنت كمان كل من كان، وخليت الغلبانة تفرط في اللي مش ملكها، اللي ملك جوزها زمان، وعرضت نفسها على وسائل الإعلام بكام وتبيع وتشتري هنا عشان تجيب المال، عشان تقدر تجيب كيلو رز يا جدعان، ولا كيلو سكر كما بان، ولا ازازة زيت يا جدعان، ولا تجيب القسط بتاع كارت العداد زمان، ولا تجيب أكلة سمك. طب أنا عايز أديك مثال، لو جبت نص كيلو لحمة كما بان ومعاهم كيلو رز يا جدعان ومعاهم طبق خضار كما بان، شوف الأكلة دي هتكلف الغلبان قد إيه من الأموال. ده مثال. طيب رئيسها قال زمان على وسائل الإعلام الحاجة الغالية ما تشتريهاش. طب ازاي يا ريس؟ يعني ما اشتريش السكر، ما اشتريش الرز، ما اشتريش الزيت؟ هتعيشنا على العيش والجبنة يا ريس؟ هتعيشنا على العيش والخضرة يا ريس؟ دي ربطة الخضرة كده يا ريس ب2 جنيه، دي ربطة الخس يا ريس خصيتين بيعملوها ب3 جنيه وب4 جنيه يا ريس. يا ريس انت قاعد معاليك في قصر معاليك ما بتشوفش شعب مصر الغلبان، عشان هو مش لاقي حد يقف جنبه ويفهمه كل القرارات اللي اتخذت زمان كلها باطلة، لان هنا تسببت في ديون على مصر ام الاديان. يا رئيس البرلمان ما فكرتش ازاي تسد ديونك اللي حكومتك التمام جمدتها لك في البناء الظاهر على وسائل الإعلام؟ لا ما فكرتش. عارف انت فكرت في ايه؟ لما يجي لك يوم او ميعاد القسط هتطلع قطعة ارض وتديها للبنك، حتة ارض وتدفع جزء من الدين، حتة ارض وتدفع جزء من الدين، لغاية لما اجي انا قاعد في المكان الاقي عيل يهودي ولا صهيوني كما بان يجي من غير ما تشاهد على روحي يا انسان ويصفي دمي وياخد ارضي وعرضي. وده كان الكلام اللي انت طلعت اتفضلت على وسائل الاعلام واديته ببيان
فين الرحمة والإنسانية اللي قال عليها القرآن؟ بس خلي بالك، مصر محفوظة من زمان ومذكورة في القرآن. شوف كم مرة نزل بيها آيات كما بان. ارجع لنص القرآن والسنة النبوية كما بان. انت ظلمت شعبك يا ريس، انت وحكومتك في الحال، ومعاكم كمان رئيس البرلمان ومعاه الأعضاء بتاعهم كما بان. ضحكتم هنا على الغلبان، قلتم هتوفروا له المال وتوفروا له الشغل في كل مكان. والنهارده اللي ظاهر على وسائل الإعلام، الاقتصاد نام، ما عادش عندي أموال، السولر والجاز رفع في كل مكان، عندي كل السلع رفعت يا جدعان، الدولار رفع 25 جنيه كما بان. طب أنا هنا بطالب كمان دخل قناة السويس يكون بالجنيه المصري من الآن. تقدر تنفذ القرار؟ طيب أنا بطلب من وزارة السياحة من الآن بكل وسائل الإعلام وعلى المستوى العالمي في كل مكان إن المستثمر أو السائح اللي هينزل مصر عندي من الآن ينزل بالجنيه المصري يا جدعان. عشان انت عارف ليه؟ بعد كده هشتري الجنيه المصري بالدولار، ودي اللي كانت إسرائيل وأمريكا والصهيونية قال لك ممنوع ترفع الجنيه المصري في الحال. أنا بعوم الجنيه المصري، أيوة أنا برفع قيمته يا جدعان. والقرار اللي نازل من وزارة المالية في الحال بالنسبة لل10 جنيه يا غلبان، وقال لك ما بتتحرقش ما بتتقطعش ما بتتعملش. أنا عندي كفاءة قدام الإعلام أجيب 10 جنيه ده بعد إذن سيادة النائب العام وولع فيها، هتشوفها هتلقط النار ولا لأ يا إنسان. كلها قرارات باطلة من الآن. استناني في اللي جاي، بطلب تعديل الدستور بما يناسب الغلبان وصاحب المهام. بذكركم بالعهد والوعد اللي نشرتوه على وسائل الإعلام. يا ريت حافظونا على مواردها الطبيعية اللي فرضت عليها الطبيعة زمان وذكرت في القرآن. وكان فاكرين زمان أيام السادات وأيام عبد الناصر وأيام مبارك كمان، عارفين قالوا لها إيه بنفس اللفظ يا جدعان؟ اللي هيحط طوبة على منبعها من الآن هركب طيارتي واضربه كما بان. يعني إيه؟ السادات قالها وضربها مرتين في الحال، ومبارك طلع قالها ونشرها على وسائل الإعلام. وأول من أمن وعزز قناة السويس كان عبد الناصر يا جدعان. مش ده البيان؟ نفذ وارفع عداداتك من الآن، فك شفرتها في الحال، وفر للغلبان إضاءة سليمة. ويا سيدي لما يجي عليك شهر وانت شهر والدنيا بتمشي زي ما كان مبارك ممشيها وزي ما كان السادات ممشيها وزي كان عبد الناصر ممشيها. عارفين زمان السادات لما جم فكروا يرفعوا كيلو السكر زمان البلد ولعت. لما جم زمان يرفعوا رغيف العيش البلد ولعت. لما جم زمان فكروا يتاجروا بالإنسان قام الحرب عليهم وقال لهم أنا أنور السادات وانزل لهم أرضهم إسرائيل لو تفتكر الأحداث يا جدعان. استناني في البث اللي جاي مع حكومة ناصف بلال ومصر الرقمية اللي ربطتها في دماغي زمان. صدقني أنا بحافظ عليك
حتى الآن ارجع لعهدك وغير وزاراتك من الآن، واطلب فسخ البرلمان وعدل الدستور بما يناسب الغلبان وحافظ عليه كإنسان. ده النسر سيظل الشعار في المكان، وخلي بالك من اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.